أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نيوز ميكر من موسكو مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. أهلا بك وليد بك على شاشتنا. أهلا فيك. نرحب بكم ونسأل بداية عن الهدف من هذه الزيارة إلى العاصمة الروسية في هذا التوقيت الحساس جدا. عرفت الاتحاد السوفيتي الاتحاد الروسي اليوم منذ 57 عاما عندما أتيت مع والدي كمال جنبلاط لحضور ال50 للعيد الثورة البولشيفية، ونشأت العلاقة وتطورت في كل المجالات، وبعد مقتل والدي تطورت أكثر. وأتيت اليوم في هذا الوقت الحساس الذي يبدو في العالم اليوم حرب باردة أو حرب ساخنة جديدة، والتي ضحت بكل قواعد الأمم المتحدة. لذلك أتيت تضامنا مع روسيا الاتحادية في مواجهة هذا التوسع الحلف الأطلسي إلى اتجاه روسيا، مؤكدا على أهمية احترام اتفاقات مينسك وعدم ووقف الحرب وعدم الدخول في هذا الحلف وعدم دخول بعض الدول في الحلف الأطلسي الذي يطوق روسيا ويذكرني بحرب القرم في القرن ال19، والتي كان الهدف فيها آنذاك من قبل بريطانيا وفرنسا هي إضعاف روسيا وتقسيم روسيا. موقف شخصي مغاير كليا للموقف الرسمي الحكومي الذي صدر عن لبنان مع بداية العملية الخاصة الروسية. لا أبالي بالموقف الحكومي، لست هنا لممثل حكومتي، إنه موقف الحزب الاشتراكي التي كنت رئيسا سابقا له، وأتمنى أن يبقى هذا هو الموقف لرفاقي في الحزب للمستقبل. والاتحاد السوفيتي والشعب الروسي لهم أفضال كثيرة على أهل الجبل لبنان، على عروبة لبنان، على إسقاط 17 من أيار، في المنح الدراسية، في السلاح، في التدريب. لا أستطيع أن أنسى هذا الماضي العريق الذي بفضله المختارة موجودة وأهل الجبل في ألف خير. طيب، فلنتحدث قليلا عن اللقاء الذي جمعكم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ماذا قال لكم بالتحديد، إذا طبعا يمكن أن تخبرونا ماذا دار خلف الأبواب المغلقة في الخارجية؟ الرباعية فشلت، وهناك حديث أيضا عن توجه اليوم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا، ومن ثم المضي في قضايا خلافية كاللاجئين والحدود وتفاصيل أخرى. من النقاط التي جرى النقاش عنها أو حولها هي أن خرجت من أوساط غربية، خرجت فجأة دعاية أو كذبة كبيرة حل الدولتين، وكان موقفي واضح وتطابق مع موقف أعتقد الوزير سيرجي لافروف. أين ستقوم هذه الدولة؟ على ركام غزة، وغزة هناك إمكانية في تهجير سكانها بعد تدميرها بشكل كامل. لم يبقى من غزة إلا رفح، ويبدو أن الإسرائيليين سيبتدئون في التدمير المنهجي لرفح. إذن فرض على الفلسطينيين بالتهجير بالترانسفير إلى كل أصقاع العالم. الضفة الغربية هناك 800 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. إذن أين يمكن أن تقوم هذه الدولة؟ هناك استحالة، لكنها مجرد دعاية لبعض من العالم العربي، لبعض من الرأي العام الغربي ربما، بأننا نحن يعني بعد هذه المجزرة ربما نعطي أو الفلسطينيين حقهم، ولن يعطوه، ومستحيل على الأرض أن يعطوه. طب الحديث عن العالم العربي، كيف رأيتم الموقف العربي بشكل عام؟ لست هنا لأعلق على الموقف العربي. لماذا؟ لست هنا أعطيت رأيي في مرحلة معينة. يعني عندما نرى الخارطة العالم العربي نراها خارطة فيها تراجعات، فيها مواقف لا بأس بها،
لا بأس بها، لكن لست هنا في موسكو لأتحدث عن العالم العربي. طيب فلنتحدث إذن عن الموقف اللبناني على الأقل. وليد بيك، وزير الخارجية اللبناني تحدث عن مقترح أو عن رفض لمقترح أمريكي هنا لمنطقة عازلة جنوب لبنان. هل هناك أي توافق لبناني حول هذا الموضوع؟ منطقة عازلة، نعود إلى جنوب لبنان. نحن نريد نوافق على تطبيق 1701، لكن لا يكون هذا التطبيق إلا بالتراضي بالاتفاق مع حزب الله، مع القوى اللبنانية، ومن خلال الدولة اللبنانية وتعزيز الجيش اللبناني كي يعني يملأ الفراغ في هذه المنطقة. شرط أيضا أن نطبق نفس الأمور على إسرائيل. أتذكر هنا اتفاقات الهدنة أو اتفاق الهدنة الذي يملي على لبنان وعلى إسرائيل مسافة معينة محايدة في جنوب لبنان وفي شمال فلسطين. اتفاق الهدنة، وهذا مهم جدا أن نتذكر اتفاق الهدنة، وإلا نطبق هذا الاتفاق من جهة واحدة. هذا ليس بعقل أو هذا ليس بمنطق. هذا موقفي. ولأن لبنان في قلب الصراع وبشكل مباشر متصل فيما يجري حتى بحرب غزة، ويعني من الحرب هناك إلى موضوع الاغتيالات أيضا على الساحة اللبنانية. كيف يمكن أن تؤثر كل هذه الأمور على المشهد الداخلي، وبالتحديد وليد بيك على موضوع ملف الرئاسة؟ لا أعتقد أن ملف الرئاسة مطروح اليوم إلا إذا أتت الخماسية بعرض جدي، أو بالأحرى بعرض هم قالوا أن الرئاسة هي ملف لبناني داخلي. طيب أوكي، لكن نفضل أن يساهموا أيضا مع اللبنانيين، مع الفرقاء اللبنانيين، ولبعض الدول في الخماسية يعني تأثير على بعض القوى اللبنانية. اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه تيمور يقرر كما يريد. أنا هنا أتحدث كرئيس سابق للقاء وكرئيس سابق للحزب، لكن بالوقت الحاضر، بالوقت الحرب مشتعلة في الجنوب كما سبق وذكرت. من اللحظة الأولى أتمنى أن لا نستدرج إلى الحرب طبعا، لكن الحرب هناك فريقان، فريق اللبناني الوطني وفريق حزب الله، هناك الفريق الإسرائيلي. من يعلم ما هي نوايا العدوان الإسرائيلي على لبنان وإمكانية تطور هذا العدوان بدعم أمريكي. التورط اليوم أو الذهاب إلى خيار الحرب أصبح أصلا أو بعده مطروح على الطاولة، لأنه كما ذكرنا لبنان في قلب الصراع، أليس كذلك؟ معلوماتي أو انطباعاتي بأن حزب الله وأن الجمهورية الإسلامية ليست بوارد توسيع رقعة الحرب، لكن علينا أن نسأل الفريق الآخر. الفريق الآخر هو الإدارة الإسرائيلية، إسرائيل، ومن يدعم إسرائيل، الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد. يعني هناك نية برأيك بحسب مراقبتك، هناك نية أمريكية ورغبة في توسيع رقعة الصراع أكثر، في إقحام لبنان أكثر؟ لم أسمع بشيء صراحة، لم أسمع بشيء. سمعت بأن هناك ضغوطات على إسرائيل بأن لا توسع الحرب، لكن يعني نرى ماذا يجري، الذي جرى في غزة تحت حجة عملية 7 تشرين أول 2023. يعني جرى التدمير المنهجي والقتل المنهجي لغزة ولعشرات الآلاف من المواطنين في غزة. حتى ولو أنه ملف الرئاسة يمكن لا يشكل أولوية الآن على الطاولة، ولكن نعلم بأن الساحة اللبنانية تخضع للضغوطات للصفقات من هنا ومن هنا. قيل بأنه حزب الله لم يدخل إلى صراع مباشر وأكبر من الذي يجري الآن لتسهيل وصول سليمان فرنجية إلى قصر بعبدة إلى الرئاسة. هل هناك صفقة معينة بهذا المسار؟ لم أسمع بهذا الموضوع، وليس هذا الأمر يهمني، لو بالأحرى يعنيني كوني أتحدث كمراقب من بعيد. ماذا يقرره اللقاء الديمقراطي والقوى السياسية اللبنانية بالتوافق، هذا شأنهم وليس شأني. طيب
علاقتكم بحزب الله وليد بيك، خاصة تصر بأنه حضرتك رئيس سابق للحزب التقدم الاشتراكي، ولكن عندكم رأي وازن على الساحة اللبنانية السياسية، ورأي يسمع له من خلال تاريخكم وتجربتكم في السياسة، وهي يعني تاريخ وتجربة ليست بسهلة وقصيرة. كيف تقيمون علاقتكم بحزب الله اليوم انطلاقا من الأوضاع بقطاع غزة؟ العلاقة إيجابية، والعلاقة إذا صح التعبير مع كل فصيل لبناني أو غير لبناني يقاوم إسرائيل. فلسطين هي الأساس، فلسطين الصراع العربي الإسرائيلي هو الأساس، وفلسطين هي الأساس. واليوم حزب الله يقوم بهذا الواجب، كما كانت الحركة الوطنية في مرحلة معينة، كما كانت حركة أمل ولا تزال، كما كانت الأحزاب في مواجهة العدوان الإسرائيلي. كل القوى التي تستطيع أن تواجه هذا العدوان يعني مرحب بها، وبالعكس نلتقي معها. وإسرائيل ماضية على كل حال في حربها في غزة، إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المنطقة برأيكم؟ ذكرت في إحدى المقابلات السابقة بأن مشروع الدولتين انتهى أعتقد منذ أن ظن البعض في أوسلو بأن هناك حل للدولتين، يعني 1994. طيب، وذكرت بأن قضية تهجير أهل غزة مستمر وسيقوى أكثر، وذكرت في أن ما يجري في الضفة من استيطان ومن خنق المدن والقرى الفلسطينية سيؤدي في يوم ما إلى أيضا تهجير فلسطيني الضفة، وتقوم وبالأحرى ويتحقق الحلم، ما يسمى الحلم الصهيوني. لكن نحن في بداية الحرب، في بداية صراع طويل قد يستمر أكثر من 100 عام، لكن في يوم ما سيستعيد العرب فلسطين. بأي مواقف أو بأي مسار يمكن أن يستعيد العرب فلسطين كما تقول؟ قلت لك نحن في بداية حرب طويلة جدا. اليوم الذي يجرى في غزة جولة دامية، جولة مدمرة، في الضفة الغربية أيضا جولة من جولات الحروب. وإذا كان البعض يفكر بأن يعني القضية الفلسطينية ستزول، لن تزول، لكن لابد من الصبر، من التخطيط، من المثابرة. جيل وراء جيل ستخرج أجيال مجددا تحمل مشعل فلسطين كما تحمل اليوم في الأرض العربية. دعنا نتحدث قليلا عن إيران. الوزير عبد اللهيان اليوم وزير خارجية طهران في بيروت، وهناك العديد من البنود المهمة في هذه الزيارة. ما المتوقع برأيكم من هذه الزيارة؟ لست أدري صراحة لست أدري ماذا، يعني أهلا وسهلا به، يعني ليس أول وزير خارجية وليس آخر وزير خارجية، لكن لا لست ملم بما سيقوم به عبد اللهيان. لا، نحن لا نسأل عن جدول أعماله شخصيا، نسأل عن متوقع برأيكم من الزيارة، لأنه وزير خارجية إيران. موقفي هو التالي: محاولة عدم استدراج لبنان إلى حرب واسعة، محاولة أيضا تطبيق القرار 1701 والعودة إلى قرار الهدنة من قبل جميع الفرقاء. هذا يوفر على لبنان الكثير. والعنوان ربما الأبرز لهذه الملفات الدور الأمريكي في المنطقة والتدخل الأمريكي الذي يحصل هنا، لأنه إيران في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من سوريا إلى العراق وحتى اليمن. ما مصير النفوذ الأمريكي في المنطقة برأيكم؟ النفوذ الأمريكي في المنطقة، ما مصير نفوذه؟ ما هم بالشبه يحتلون غالب المنطقة العربية، نراهم في كل مكان، نرى القواعد الأمريكية في كل مكان، نراهم يهاجمون سوريا والعراق وغزة، أو غزة بالنيابة، إسرائيل تهاجم غزة بالنيابة عن أمريكا، هم في كل مكان. يعني النظرية السابقة التي خرجت منذ أعتقد عام أو عامين بأن أمريكا على وشك الانسحاب، هي نظرية لبعض الانسحاب من الشرق الأوسط، هي نظرية لبعض من المثقفين الطامحين إلى هذا الأمر، أو اليساريين السابقين، أو الذين يملكون معلومات أعتقد خاطئة.
لا يمكن أن نقول أبدا، لأنه موسكو دائما تحذر من التدخل في شؤون الدول الأخرى وتحذر من أيضا توسعة رقعة الصراع، وواضح الدور الأمريكي في هذا المسار. وليد بيك، لا يمكن أن نقول بموازاة تعزيز بعض الدول العربية الكبرى الخليجية، نتحدث العلاقات مع روسيا، أن يؤثر ذلك على تخفيف النفوذ الأمريكي ولو حتى نسبيا نوعا ما؟ يعني فلنقل نتمنى بأن هذا دور الدول العربية التي تحدثت عنها أن يتواصل مع روسيا وأن يتواصل مع أمريكا، يعني تلك الدول تملك علاقات مع الولايات المتحدة، أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار، إلى قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، التي اليوم تذكرني الأمم المتحدة كما كانت عصبة الأمم قبل الحرب العالمية الثانية. يعني أتصور أن هذه الأمم المتحدة بهذه الحالة، بهذه الحروب التي تمتد في كل مكان، قد تبشر بالنهاية، قد تبشر بنهايتها للأمم المتحدة. ما البديل عن ساحة دولية أتمنى أن لا معينة؟ ندخل في حرب كونية، لأن كل شيء ممكن. معاهدات نزع السلاح السابقة أيام الحرب الباردة أزيلت تقريبا، الحروب تمتد، يعني الصراعات تمتد دون أن يكون هناك يعني إطار معين للجم هذه الأمور. يعني لأنه سؤالي الآن رح يبين شوي سخيف إذا صح التعبير بعد الحديث عن حرب كونية وتصعيد ربما محتمل، ربما نقول. طيب ليست قضية معلومات، قضية تحليل. لا طبعا نحن لا نقول بأنه معلومات. نعم. طيب انطلاقا من هذا التحليل، أين التوافق الإيراني السعودي بعد حرب غزة مثلا؟ أين يمكن أن نرى هذا التوافق؟ أعتقد لهذا اللقاء الإيراني السعودي إيجابية بأن يعني خف التشنج الإيراني السعودي. نتمنى أن ينتج بعلاقات أفضل تنسحب من اليمن إلى لبنان. يمكن أن يتحقق هذا الموضوع؟ تمني، أنا لا أملك كل المطيع، تمني. بموضوع المنطقة الحديث دائما عن إما محور المقاومة والممانعة كما يقال، أو محور الاعتدال والدول التي تريد المفاوضات والتطبيع مع إسرائيل. أي محور اليوم يتقدم على الآخر مع الحديث عن حرب غزة؟ وليد بيك، المحوران موجودان. طيب، محور يقاوم في النهاية، هناك عدوان، لا ننسى هناك عدوان إسرائيلي، وإلى جانبه هناك أيضا عدوان أو أمريكي أو توسع في النفوذ الأمريكي على حساب السيادة أو ما تبقى من سيادة عربية. طيب، المحور تحدث عن محور الحوار مع والتفاوض. نعم. طيب، على ماذا؟ لا لست أمانع، لكن على ماذا؟ قلنا أو قال العرب وقلنا معهم في عام 2000 في قمة بيروت، الأرض مقابل السلام. شيك قمة بيروت يعني من عام 2000، يعني من 14 عام. طيب، ماذا بقي من الأرض؟ 24 عام. ماذا بقي من الأرض؟ هل بقي شيء من الأرض؟ الأرض يعني أرض فلسطين 20% بالتحديد، 20% من أرض فلسطين من الضفة والقطاع مقابل السلام. طيب، هل بقي شيء؟ هل يبقى شيء اليوم؟ هذا السؤال فقط، السؤال الذي ربما أنصح على بعض العرب أن يطرحوه على أنفسهم وعلى أصدقائهم اليوم، لأنه عند الحديث عن هذا المحور، محور التفاوض أو محور السلام أو التطبيع. عظيم. طيب، المملكة العربية السعودية مثلا طرحت شروط لإقامة علاقات مع إسرائيل، طبعا اطلعتم على هذه الشروط، إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية والتفاصيل المتبقية. هل يمكن لهذه الورقة من هذه الدولة من الرياض أن تضغط فعلا لإنهاء حرب مماثلة دموية، ولا شيء بإمكانه أن يوقف إسرائيل كما نرى؟ يعني هذا الأمر يعود إلى أصحاب الشأن في المملكة، والمملكة لها دور وازن وضاغط، وهي في النهاية هي تحضن المقدسات الإسلامية والعربية. هذا عليهم أيضا أن يروا أين مصلحة المملكة وأين مصلحة العرب تحت شعار الأرض مقابل السلام
والدولة الفلسطينية. إنني أعطيت رأيي الشخصي. لا أرى بالوقت الحاضر في هذه الظروف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على 20% من الأرض العربية التي سلبت، من فلسطين التي سلبت عام 48 ثم 67. هناك أيضا عامل مهم، موضوع تهجير الفلسطينيين، وكأنه البعض يقول يتم العمل على هذه الخطة الآن، وهناك أيضا رفض من قبل بعض الأطراف لتهجير الفلسطينيين، وعلى ما يبدو سيصبح واقع قريب، يعني سيفرض بطبيعة الحال. هل لديكم أي معلومات في هذا الملف أو عن هذا الشأن؟ لا أملك معلومات، فقط سبق وذكرت في هذا الأمر أو أكدت على هذا الأمر أو على هذا الخطر بمقابلات سابقة، لأنني أرى أن هناك كارثة ستقع، أو بالأحرى واقع سيقع بفرض التهجير على القسم من أهل غزة أو غالب أهل غزة بعد التدمير المنهجي الكامل، ولاحقا على أهل الضفة. لكن لا أملك معلومات. الفصائل الفلسطينية هل يمكن أن نوصفها بأنها أصبحت عبء على لبنان؟ هناك موقف بعض الأطراف اللبنانية طبعا يعني تمثل نفسها وتقول بأنها لا تريد أي دور بالقضية الفلسطينية، ولكن كيف يمكن أن نتفهم دور الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على الساحة اللبنانية، خاصة مع موقف هذه الأحزاب المسيحية؟ أرفض الكلام يعني الأحزاب المسيحية، لأن هناك أيضا أصوات إذا صح التعبير إسلامية تتحدث بنفس المنطق. فلنقل أنها أصوات غريبة شاذة، أو أصوات اليمين. أفضل أصوات اليمين اللبناني، وما تبقى من يسار أو من مقاومة فيها تشديد أكثر توصيف اليمين يمكن. أفضل بكثير. عم شوف أصوات معروفة يعني وتنادي بنفس الشيء. لكن يعني هذا يعود بنا إلى الأمر الأساس. بعض الأصحاب، مع احترامي إلى صاحب الغبطة، هناك استحالة لتحييد لبنان عن القضية الفلسطينية، عن الصراع العربي الإسرائيلي. هناك استحالة. مع استحالة تحييد لبنان ومع كل ما يجري، وليد بيك، سؤال الأخير: كيف ترون المنطقة، صورة المنطقة كيف يمكن أن تتشكل على أي أساس بعد انتهاء حرب غزة؟ لم تنتهي حرب غزة. يتحدثون اليوم عن وقف إطلاق النار مشروط بتبادل الأسرى، مشروط، لكن لم تنتهي حرب غزة. وهم الإسرائيليون بمباركة الأمريكيين إلا ببعض النقاط التي تقول فيها أمريكا أنها لا تقبل أو لا تتفهم إبادة حماس أو إلى آخره. لكن هذه تفاصيل ربما يقومون من خلال قطر أو غير قطر بترتيب معين لوقف الحرب من أجل الإفراج عن ما تبقى من أسرى. لكن الحرب مستمرة، الهدف مستمر، الهدف الاستراتيجي للعدوان الإسرائيلي في الترانسفير، في التهجير القسري أو الطوعي، تفصيل مستمر، ولاحقا تهويد الكامل لغزة والقدس مستمر. شكرا جزيلا لك الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط على هذه المقابلة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة دائما عبر RT. إلى اللقاء.